مستمعينا أينما كنتم تسمعون عبر أثير إذاعة صوت الشعب، يسعد مساكم. من نفحات ياسمين دمشق ومن رائحة قهوة الصباح التي تنبعث في أزقة دمشق وحواريها القديمة، تطل ترانيم الياسمين محملة بعبق الحرف ورونق الكلمة. تطل علينا ابنة دمشق متأبطة أزهارها قصائد حب وعشق لزوايا دمشق، لأبواب دمشق، لنخيل دمشق الماضي والحاضر والمستقبل، لتنسج امرأة دمشقية حكاياتها على دفاتر الياسمين. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة كاتبة أرخت أحاسيسها ومشاعرها على أوراق بيضاء كلون الياسمين لتظلل الحروف بعشق دمشقي قديم. إنها الكاتبة هناء الداودي. يا شام يا شام يا شام، قولي لحبايبنا يوافونا، قرب يجي تشرين، خليهم يلاقونا. يسعد مساكي مدام هناء، كيفك؟ الحمد لله، مساء النور، يسعد مساكم ومساء سوريا. أهلا وسهلا فيكي ونورتي معنا ببرنامجنا يسعد مساكي سوريا. تسلم نوركم. بداية لو تخبرينا كيف بتعرفي عن حضرتك من خلال أجمل قصيدة بدنا نسمعها من حضرتك. هلا دائما الكاتب ما في كتير يميز بين قصيدة وقصيدة، يعني أكيد، بس إلا ما يكون في يعني قصيدة إلى ذكرى معينة كتبت بواقع معين بظرف. هلا أكتر شيء اللي بيكونوا قراب لنا اللي بنكتبهم للحب الأبقى والأجمل اللي هو حب سوريا يعني. صحيح. بقى بفضل إني بلش عن سوريا. يا ريت والله. إنها سوريتي، يحتدم الوجع بذاتي، يجتث الفرح من روحي، يتنامى القهر بداخلي، سيلا دافقا أضحى سخطي، وكأن ذاك النازف يتشعب بي. كيف لا وهو الوطن هو الملاذ الأجمل، أراه يغتال كل يوم أمامي، وأنا المقيدة بحزني مكلومة بعجزي. كم وددت لو أصرخ بملء صوتي، أبعد أياديكم النتنة عن بلدي. إنها سوريتي، أرض الطهر، فلم التجني. أستجدي المروءة فيكم يا أبناء عروبتي، ولا غير الصدى يرتد لنحري. لن يغمرني اليأس ولن ينال مني، ستبقى يقيني وجودي حلم يتسامى بذاكرتي. سأشد من أزرك، أمسد جروحك، أستل من غمد القدر فرحا يعيد لي إشراقة فجري. عزي أنت، فخر أجدادي، وعشقي إلى أن ألقى حتفي. سوريتي سوريتي، يا عقل لولو من المدن، يا بيوت من أرمين. سوريتي يا غيم يا سلة ورد، يا حب عم بيزيد، يا حب عم بيزيد. سوريتي 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 يا
يعني أكيد نعمل اختيار بالبداية، كان بداية موفقة أكيد، ويا رب تحميلنا سوريا، آمين يا رب. وأكيد رح تضل دائما مثل ما هي كانت. إن شاء الله، هذا أملنا هي أكيد. القبلة الأولى لكل العالم، وهي وستبقى. مصيدة العشاق أكيد. وستبقى إن شاء الله. إن شاء الله. أول شيء بدي بارك لك على الله هذا يبارك الديوان، فيك. ترانيم الياسمين. ترانيم الياسمين. مهم. يا ريت نحكي عنه شوي لترانيم الياسمين، وإمتى هلا. رح يصدر بالأسواق ويكون بمتناول أيادي هلا ترانيم الياسمين هو بيصدر عن دار أمل الجديدة للنشر. طبع في مطابع الداية. هو عبارة عن 58 قصيدة، بتتراوح بين الوطني، الغزل الوجداني. أكثر شيء على شو مركزة هم الصراحة الغزل. الغزل. إيه. في عدة شغلات عن سوريا، عن دمشق. الياسمين له حيز كبير طبعا. أكيد من العنوان. أكيد أنا عاشقة للياسمين. جميعنا عشاق الياسمين. إجباري دمشقيين طبعا. صح. فأغلبه في راحة الياسمين أكيد. شو حابة هيك سمعينا عن الياسمين الدمشقي أكيد. هلا صاير ما في شيء مخصص للياسمين بالذات، بس إنه مذكور بمعظم القصائد يعني. حنقول غرور أنثى. تفضلي. قال: أنثى مغرورة أنت. قلت: بل الغرور يشتكي مني. جدائل المطر كغيد سحري، صافية شفافة نقية مثلي. كبرياء يسكنني هو سر طهري، وطيب خلق كلؤلؤ لا يغادر صدفي. فكل من عرفني يشهد بطيب ذكري. عربية أنا والمهد سوري، حقيقة أرددها فتزهو بها شفتي، فذاك من أهم دواعي فخري. لا تندهش لو ناشد الربيع وصلي، فأنا من طيب الزهر أصلي، ومن الياسمين أستمد أريج عطري. بلسم أنا للجرح لو يوما فهمتني، حمامة سلام لو حناياك أسكنتني. أميرة عشق لو أدركت وجدي، سخية عندما يزور الحب مدني، فيوأد الغرور على أعتاب شغفي. ليتك تسربلت بحنان بمسامات روحي، لكنك تنسمت المراوغة عن مجاراة صدقي. أظننت سأستسلم لو بزيف غرامك أوهمتني، أو بمتاهات دهائك ومكرك ضيعتني؟ لا يا سيدي، فأنت لم ولن تعرفني. سأبقى بذاكرتك حلم التمني، إن أحببتك يوما فهذا من بعد فضلي. الله. شكرا لذوق الياسمين. شكرا 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 لطوق الياسمين.
يعني أول شيء يسلم هالتم، الله شكرا لك على يسلمك. هالكلمات الرائعة. بس هلأ أنا هيك وعم دور بالديوان تبعك هيك لفتتني مثل مقتطف صغير من عنوان اسمه طفلة شقية. طفلة شقية. فيا ريت هيك تسمعينا منه شوي. طفلة شقية أتكئ على كتف القصيد، أحلق في سماوات العشق بفرحة طفلة شقية، أقفز على سلالم الأبجدية، أقطف عناقيد الحرف من حدائق الشوق، أنثرها على ثغر الأبدية، أنفس الحنين بكل فاصلة، أوشم على السطور ما يليق بقصة هوانا الأسطورية، أرتلك بحناجر البوح ترنيمة فرح سماوية. أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربا ربا لا تحد. أقول لطفلتي إذا الليل برد وصمت الربا ربا لا تحد. نصلي فأنت صغيرة وإن الصغار صلاتهم لا ترد. مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا مرة جديدة بدنا نحييكم، لكم يسعد مساكن. مستمعينا بدنا نرحب فيكم مرة جديدة، وبدنا نرجع لضيفتنا هون بالاستديو الكاتبة هناء الداودي. يسعد مساكي مرة تانية. ويسعد مساك. كيفك؟ تمام. تمام يلا هيك؟ تمام. اوكي. انا هلا من شوي كمان كنت عم فتش باوراق فشفت عنوان هذه الحكايات. بالضبط. شو هي الحكايات اللي حابة تحكي لنا اياها؟ حنسمعك هذه الحكايات. هذه الحكايات تبكي نهاياتها، والفرح هناك قاب أمنية، يسوغ من الحلم شراعا لمركب تاه به ربانه، أهازيج العمر قرع طبول وبحة ناي حزين. تلك الريح مكلومة عويلها يصم الروح، كيف نقنع الأمل أن الياسمين سيزهر خصبا في أرضنا الجرداء؟ كيف لزهر البيلسان أن يفوح مجددا في شعر حسناء؟ زاهد هذا القدر ممشوق الوجع، يترنح كسمل قد تاه في عد الكؤوس، يوقظه من غفلته مواء الجرح النازف بالأعماق، وصياح الأمهات السكلة مكتظ بالحرقة، أنين سرسرة بتر ذكريات. إلى متى ندس جراحنا في أدراج الخيبة ونلقي اللوم على الغرباء؟ موؤودون منذ الأزل نخفي رؤوسنا كالنعام ونسأل أين نور الله تاه؟ شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا، فهل فيك أكبر؟ فما أفعل كي أنال رضاك؟ وفيك بذرت صبايا وأبشر، فهل من يزغرد ويعلي نداء لفرحة قلب بجرح تخمر؟ فما أفعل كي أنال رضاك؟ وفيك بذرت صبايا وأبشر. شآم أنت فتاتي وأمي حضنت صبايا، فهل فيك أكبر؟ ووعد الدهر فيا ليت قبري، وفستان أنسي بفلك يعمر. يسلم هالتم وتسلم هالكلمات مرة الله تانية يسلمك يا أكيد. رب.
مدام احنا يعني يا ريت لو تخبرينا الامسيات اللي انت قمتي فيها. سمعت منك انه هيك كنا عم نحكي تحت الهواء انه في امسيات قمتي فيها بمراكز بالضبط. ثقافيه، يا ريت نحكي عنها شوي. هلا أنا شاركت بعدة أمسيات بمراكز ثقافية عدة، منها العدوي، مركز ثقافي العدوي، مركز سويت من كم يوم 5 شهر كان عندي بالمنتدى البناء الثقافي، أمسية كانت الحمد لله جدا ناجحة. كمان عندنا أمسية حاليا 25 شهر بالمركز الثقافي بالميدان، يعني الحمد لله. ما شاء الله عنك يعني. ايه لا الحمد لله يعني. تمام. نحن بنلاحظ انه بيقولوا انه الكل انه ما في حركه او ما طبعا في هي حركه بدي اسالك اياها، ثقافيه. يعني انه الحضور اللي كان موجود خاصه حاليا يعني يعني يكثر الكلام انه دمشق لا تعيش حاله طبيعيه، ودمشق الان يعني من لا ابدا بالعكس، يعني نحن حتى تفاجأ الكل بالحضور تماماً. اللي كان بالامسيه، وفي نشاط ثقافي ملحوظ جدا. يعني انا عم تابع بشكل بدك تقول يومي، يعني ممكن يكون انا عندي كل يوم نشاط او مدعوه لمركز. تمام. الحمد لله الحركه الثقافيه جدا ناشطه، كان في اقبال كبير. اقبال كبير، وطبعا نشكر طبعا مديريه الثقافه اللي عم بيتابعوا هالنشاطات وعم بيشجعونا بشكل جيد وعم يتعاونوا معنا بشكل كتير منيح. الحمد لله. مو بس انا طبعا، شاهدنا لكتير شعراء، في تشجيع للاقلام الواعده، في مشاركات عم لك مثل شبه يوميه تقريبا. تمام. يعني انا عندي كل يوم دعوه على مركز ثقافي، يعني لو بده يتعرف الحمد لله، وعم نشاهد حضور. بيجي بيقولوا لك في ناس انه مثلا ممكن ما نلاقي حدا او بهالظروف اللي نحن فيها، لا هو صحيح. العكس تماما. عم نتفاجأ بحضور كبير، عم نتفاجأ في نشاط مستمر، وان شاء الله الامور الافضل اكيد. يعني هي الميزه الجميله الحمد بالشعب لله. الدمشقي. بالضبط انه رغم الظروف كل شيء اللي مرينا فيها ورغم اللي عم نمر فيه، الحمد لله انه شعب بيحب الحياه، وبتصور بيستحق الحياه عن جد. اكيد بيستحق يتجاوز كل الجروح ويقفز فوقها. بالزبط. اكيد. دمشق شكرا دمشق، ولا والله لا طمع، شكرا دمشق، ولا والله لا طمع، ولا ادعاء، ولا خوف، ولا ملقوت. شكرا دمشق، ولا والله لا طمع، ولا ادعاء، ولا خوف، ولا ملقوت. يعني هلا مدام هنا انا بدي ارجع اذكر المستمعين الأمسية اللي راح تقومي فيها ب 25 شهر إن شاء بالمركز الله. الثقافي بالميدان. بالضبط. أكيد متمنى أكيد الحضور، وبندعو نحن هلا إنه يكون شاء الحضور الله. أكيد كبير، لأنه ما شاء الله عنك يعني شعر جميل وكلام أجمل. بذكر إنه دائما الساعة 4 هي الأمسيات دائما بتكون بالوقت الساعة 4 إن شاء الله. كالوردة كالشجر العاري أقف بوجه التيار، كالوردة كالشجر العاري أقف بوجه التيار، أقف أمامك مبهورا أنتظر جموح الأعصار، يملأني بردا وشتاء يشعلني لهبا من نار. كالوردة كالشجر العاري أقف بوجه التيار،
وردة أحلامي وربيعي يا أجمل أقداري أعلنك الحب ولا أخشى أني قد بحت بأسراري فاتنتي سيدتي وردة أحلامي وربيعي يا أجمل أقداري أعلنك الحب ولا أخشى أني قد بحت بأسراري كالوردة كالشجر. يعني مستمعيني بدي أخبركم إنه هلا مدام هناء كانت عم تقلب بالصفحات الديوان تبعها وعم تنقي في يعني مثل قصيدة هي هيك اختارتها من بين هالباقة الجميلة، حابة تسمعينا إياها. هلا هي مكابرة بتحكي عن الحنين. طبعا من الحبيبة بيصير عندها حنين وبتضل بتقاوم هالشي. حنقول مكابرة. نعم أكابر وألف أشتاق، لكني لن ألقاك، لن أغامر، وكل اقتناع أن صمودي سيتهاوى في لحظة مرآك. سأنسى كل ما تشدقت به عن روعة النسيان ووأد الحنين وبعثرة الأحلام واندسار الأشواق. سأتجاهل كم أقسمت من مرات ومرات أني لن أعود لهواك، وأعلم علم اليقين عند أول قبلة تختلسها سأهوي صريعة شفتاك، وسألوذ بصدرك أشهق بالبكاء، وأني ذات همسة سأقر بكامل جنوني أني أهواك وأهواك وأهواك. شو السر اللي فيك اللي يا حبيبي بوعى عم ناديك؟ وينك يا حبيبي لما عني تغيب؟ ببقى أنا غريب ضل بقلبي حبيبي عم ترسم لي حلم جديد. من خوفي عليك مش عم تخفى عيني، تأغمر ايديك وتغمر لي ايدي. لما تكون بعيد ببقى انا وحيد مثل الضايع حبيبي. ومن هالكلمات أنا بدوري يعني بدي أقول لكل عاشق ومشتاق أن يلتقي بمن له يشتاق. كيف اللي كيف بتقدر تنساني؟ كيف اللي كيف عايش بعد؟ كيف عم يخلص عمري بعدك وما بعشق أنا بعدك؟ كيف بتبعد عني قلبي قلبي عم يسألني كيف؟ بتغمض عينيك بقلبك بتلاقي. ورائد كمان حابب يحكي شيء للمستمع بس صوته يعني أكيد ما واصل، بس أنا رح وصل صوته ورح أقول اللي هو حابب يوصله، إنه ما في داعي للمكابرة بالحب. يلي بيحب يروح يقول الكلمة بدون ما يوقف عندها. بعدك ما بتملكني عيون. كيف اللي كيف تقدر تنساني؟ كيف اللي كيف عايش بعدي؟ كيف عم يخلص عمري بعدك؟ بدي أرجع لك مدام هناء. يا هلا. يسعد مساكي مرة تانية. يسعد مساك بكل وقت. تسلمي لي. هلا هون يعني أكيد نحن الوقت شارف على النهاية وما بنتمنى أكيد إنه ينتهي الوقت ومن نضل نسمع هالكلام الجميل. شو حابة تختمي لنا الحلقة اليوم؟ كمان حنقول شيء لسوريا. طبعا مسك الختام أكيد رح يكون. أول قبل ما أقول اللي بدي أقوله بدي أحب يعني حابة أوجه تحية فعلا لكل سوري بقي بهالبلد وصمد ورغم كل شيء صار ولسه عنده أمل ولسه عم بيقول بكرة أحلى عن جد، لأنه هذا الأمل هو يمكن نحن اللي عم بيقوينا أكثر. نحن اللي عايشين عليه أكيد. ونحن باقيين أكيد شو ما صار باقيين. أكيد بدنا نوجه تحية لكل مواطن سوري بالزبط. شريف رفض
أنه يغادر وطنه وبقي صامد. أكيد ولذلك حنقول باقون للأبد. أكيد، تفضلي. قالوا أقدارنا قد سطرت، أحلامنا قد وئدت، لكن تمردنا، تخطينا الألم، لم نعرف يوما الندم رغم قسوة أزماننا والخزي والعار الذي واجهنا. هنا باقون للأبد، حيث عاش جدي وحيث سأموت أنا وولدي. هنا لنا قسم سنصارع المستحيل، هنا من رحم الحزن ستولد أفراحنا، من الصخر سينبجس ألف زهرة بأرضنا، سنقهر الأسى بعنادنا، نتسربل كنور الصبح في ظلمة أيامنا، شامخون رغم الظلم، رغم أنف الموت الذي يحصد أرواحنا. أنا السوري كبريائي بحجم المدى، مهما تلقفتني أعاصير غربتي، ومهما أرقني خوفي من غدي، على شرفات المجد سيكون لي وقفة عز يفخر بها موطني. أنا الشهيد عندما يضمني التراب، تتنهد السماء بارتياح، ويبتسم الله مبارك النصر. لا تخافوا من بكرة، لا تعيشوا عذكرى، الوردة بتزعل لما وحدة بتتبلع أما. لا تخافوا من بكرة، لا تعيشوا عذكرى، الوردة بتزعل لما وحدة بتتبلع أما. لا تزعلوا هالورود، بالحب حلوا الوجود، لا تزعلوا هالورود، بالحب حلوا الوجود. ورا كل سبب غاي، ورا كل رايح جاي، جاي الحب جاي 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 الحب جاي عالطريق، جاي الحب جاي 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 الحب جاي يمي بقلبك حريق. والحب عمر جديد، جاي الحب جاي والحب ما ينهاي. مستمعينا، يعني بيأسفنا أنه الوقت تبعنا قارب على الانتهاء، وأكيد يعني لا يمل من هالقصائد والكلام الجميل اللي سمعناه من المدام والكاتبة هنا الداودي. أنا بدي أتشكرك كتير، بدي أتشكرك على حضورك معنا، شرفتينا اليوم، وإن شاء الله يا رب مثل ما كنت عم بخبرك تحت الهواء الكلام الجميل، بنتمنى أنه يكون في دواوين أخرى بالأيام القادمة تحمل لك قصائد أكبر إن شاء الله. أكيد بإذن الله. وأنا بتشكركم كمان، وكتير سعيدة بطلالتي عبر صوت الشعب. كل الشكر للقائمين على البرنامج، كنت كتير سعيدة بيناتكم. هلا وسهلا، نحن سعيدين بوجودك. الله يخليك، وبقول كمان مرة ثانية يسعد مساكم ويسعد مساكي سوريا. هلا وسهلا. مستمعينا، لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية برنامجنا لهذا اليوم، يسعد مساكي سوريا.